السبيكر اللي جاي someone انا بحب اسمع جدا منه. عمرو، سقفوا عمرو العزب. وعمرو هيكلمنا النهارده عن التركيز، بس هو محتاج يركز الاول ويفتكر هو كان هيقول ايه. انت فاكر المحاضره بتاعتك؟ طب تركيز. تمام. عمرو يا جماعه من الناس المتخصصه في التعلم، والناس المتخصصه في المهارات الذهنيه عموما، ومن الكتاب اللي كاتب كام كتاب دلوقتي؟ 2 وروايه. 2 وروايه. وعمرو طبعا كمان اسمه. متخصص بيساعد الكوتشز ان هم يكتبوا كتب. يعني انا اعرف كذا حد كتب ونشر كتاب بسبب شغله مع عمرو. هو النهارده هيكلمكم عن التركيز، فركزوا معاه كويس قوي. وفي اخر الايفنت يمكن على بكره كده هبعت لكم الكونتاكت بتاعت كل السبيكرز اللي اتكلموا معانا النهارده، الكونتاكتس بتاعتهم. يعني هطلب منهم اللي هم عايزين يعملوا شيرنج هاخده وابعته لكم. اخر ميكروفون بقى يا عمرو. مش واحد كمان. اسمه عمرو العزب، ميتا كوتش ونيورو سيمانتيك ترينر. الحاجه التخصص اللي انا متخصص فيه في الكوتشنج اللي هو البرودكتيفيتي والتركيز. فالحاجه التوبيك يعني نتكلم فيه النهارده اللي هو انا سميته مثلث التشتت. بس قبل ما ابدا اتكلم في التوبيك يعني اسالكم سؤال كده، هل في حد هنا قبل ما يبدا رمضان بيبقى عنده نيه او عنده هدف ان هو عايز يعمل حاجه معينه، مثلا يخرج من رمضان الروحانيات بتاعته اعلى، او عنده خشوع اكتر في الصلاه، او ينجز حاجه معينه؟ في حد بيبقى عنده الهدف ده قبل ما يبدا؟ اوكي. طب هل في حد بقى مثلا بعد 3 4 ايام بينسى اصلا هو كان بادئ رمضان؟ اوكي. تمام. هو في الحقيقه ده في الحقيقه ده طبيعي يعني بيحصل مع معظم الناس بسبب بقى التشتت اللي هم بيتعرضوا ليه، او التشتت اللي بيحصل لهم بعد ما يبدا القرار كده او النيه ان هو عايز يعمل حاجه معينه، وبعدين في الاخر ما بيعملش الحاجه دي. فعشان كده جمعت يعني اكتر 3 حاجات بيسببوا التشتت ده، فالمثلث بتاع التشتت. اول حاجه فيهم اللي هي القاعده بقى، او البيز، او الحاجه الاساسيه بتاعت المثلث. يعني قبل ما اقول لكم عليها برضو معلش اسالكم سؤال تاني. يعني هل في حد عنده فكره تاريخيا كده، يعني لو رجعنا بقى زمان قوي، كان ايه اصل التشتت؟ يعني ايه اللي حصل تاريخيا كده اللي خلى الناس يحصل لها تشتت؟ لا زمان قوي قبل السوشيال ميديا بقى والحاجات دي. ما كانش هو التشتت موجود من زمان، من قديم الازل، يعني بدايه التاريخ. او مش بدايه التاريخ، يعني في النص. يعني في اسهلها شويه اكتر. يعني في ناس معينه حصل لهم تشتت بسبب حاجه معينه هم عملوها. عارفين الحاجه دي او مين الناس دول؟ مين؟ لا قبلهم بقى. يعني لو نفتكر ايه القصه اللي هي بتاعت اللي ايه؟ لا قبل المسرح برضه. يعني بعد سيدنا الناس ايه؟ لا يعني كان بعد التاريخ، ايام يعني يعني طب خلاص هقول بقى. يعني لو احنا ايه نفتكر، يعني احنا معظمنا عارفين او كلنا يعني تقريبا عارفين القصه بتاعت مين؟ بني اسرائيل. يعني هو لو نفتكر في بني اسرائيل في الاول، اول ما كانوا في مصر وحبوا سيدنا موسى بقى خرجهم من مصر، مع لما حصل الحادثه بتاعت انشقاق البحر والكلام ده كله. كان ايه اول حاجه؟ كان المفروض هو ليهم هدف ان هم يتبعوا الكلام بتاع سيدنا موسى ويعبدوا بقى ربنا على حسب الحاجات اللي هو قايلها لهم. بس هم ايه اللي عملوه اول ما خرجوا من مصر؟ لا قبل التوهان. يعني قبل ما يعبدوا العجل شافوا ناس بيعبدوا الهه كده، قالوا احنا ايش معنى هم عندهم الهه واحنا لا. وبعد شويه برضو ايه سيدنا موسى مشي معاهم وقال لهم خلاص، يعني بعد شويه احداث قال لهم بقى هيطلع الجبل اللي هو هيقعد فيه 30 يوم، وبعد كده زودوهم 10 ايام كمان. رجع لهم بيعملوا ايه؟ رغم ان سايب لهم هدف الوحيد يعني ان هم يتبعوا بقى، يسمعوا كلام اخوه، يستنوا لحد ما يرجع. في الاخر برضو ايه بعد شويه احداث جاء قال لهم تعالوا ربنا يعني بيامركم ان انتوا تروحوا في الارض المقدسه تقاتلوا الناس اللي فيها. بس إيه اللي عملوه؟ قالوا له لا اذهب انت وربك فقاتلا احنا هنا قاعدون. فساعتها بقى ربنا قرر خلاص، قال لكم هيكتب عليكم التشتت، تبقوا ايه لمده 40 سنه عندكم تشتت ومش مستقرين في مكان معين.
فايه اللي حصل بقى في خلال القصه دي اللي نستنتجه؟ يعني ان هم دايما في حاجه ايه بيطلبوا منهم يعملوها وهم مصرين ان هم يبعدوا عن الحاجه دي. فكده نستنتج من كده ايه البيز او ايه إيه القاعده بقى بتاعت التشتت. لا حاجه يعني عشان ما أنا... كان حد قال لي هنا صح كان بالظبط. ان احنا ايه ما يبقاش عندنا هدف واضح ومحدد. يعني احنا ما يبقاش عندنا هدف واضح ومحدد، اللي بيحصل ان احنا دايما بنتشتت. يعني تخيل كده ان انت ايه مثلا نازل الصبح تسوق عربيه والطريق كان فيه ضباب، هتبقى ايه مش شايف اللي قصادك، ويعني ماشي اولا هتمشي ببطء قوي، ثانيا اي دوشه او اي صوت اي حادثه تسمعها تروح موقف وتنزل تشوف فين. لان انت ما فيش حاجه يعني ما فيش هدف عايز توصل له او مش شايفه قدامك عايز توصل لايه، فبالتالي اي حاجه صغيره بتروح مشتتاك. عكس بقى لو انا مثلا هنا في القاهره وعندي تارجت ان انا اروح اسكندريه مثلا في خلال ساعتين ثلاثه، والطريق يعني واضح وكل حاجه، لو انا ده التركيز بتاعي وده الهدف بتاعي هفضل ماشي، ومهما يحصل في الطريق حتى لو في مشتتات كتير، لو في حاجه يعني عماله تجذبني، الا ان انا ايه هفضل ماشي في الطريق بتاعي لحد ما اوصل للهدف اللي انا عايز اوصل. فهي دي البيز او القاعده بتاعه المثلث، ان هو ايه ما يبقاش فيه هدف واضح ومحدد. طب ازاي بقى يبقى عندنا هدف واضح ومحدد؟ حد عنده فكره؟ كان في تقنيه كده معظمنا عارفها يعني في حاجه يعني مشهوره قوي في ايوه بالظبط، ان ايه الهدف نفسه يكون سمارت. يعني اعتقد بعضكم هتلاقيه عارف السمارت وبعضكم مش عارفها. هل حد هنا اول مره يسمع عن سمارت؟ اسمها غير غير السمارت فون. تمام، يعني انا اعدي عليها سريعا كده. يعني هو السمارت عشان هم ايه 5 خطوات، كل خطوه فيهم بتساعدني ان انا احدد الهدف بشكل واضح، بحيث ان عقلي يفهم ايه الهدف اللي انا عايز اروح. لان انا بالنسبه لي عقلي ده لو حطيت له حاجه هلاميه حاجه ضبابيه، يعني هو بيبقى عامل زي الطفل كده، هو عايز حد يقول له بالظبط ايه الحاجه اللي المفروض يعملها. فاول خطوه في السمارت اللي هي ايه؟ سبيسيفيك، ان هو الهدف نفسه يكون سبيسيفيك. معنى ايه سبيسيفيك؟ ان انا يعني الهدف ده لما اجي احكيه لحد او اجي اشرحه لحد زي الطفل بالظبط، يكون فاهم بالظبط، يعني يكون متخيل انا هعمل ايه. ما اقولوش مثلا ايه اصل انا عايز اطور نفسي، اصل انا عايز ارجع اقرا تاني، اصل انا عايز مش عارف عايز انمي نفسي مثلا يبقى عندي اتكلم لغه انجليزيه افضل. كل الحاجات دي بالنسبه لي عقلي مش فاهمها، يعني بالنسبه له دي حاجه مش سبيسيفيك او مش حاجه محدده، فبالتالي هو مش بيبقى فاهم هو عايز يعمل ايه. الحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ ميجر بالظبط، ان هو الحاجه مهمه قوي ان الحاجه دي اقدر اقيسها. يعني بدل ما اقول مثلا ان انا عايز اخس، لا اقول عايز انقص مثلا 10 كيلو، بحيث ان انا لو ما نقصتش ال 10 كيلو هبقى عارف بالظبط يعني إيه الغلط فين. يا اما هكون زايد مثلا عن ال 10 كيلو فاعرف ايه اللي بعمله غلط، او هكون لسه ثابت على الوزن بتاعي فاعرف ايه الغلط اللي بعمله، فبالتالي اقدر اصلحه. يعني مثلا عايز ابقى في خشوع في الصلاه، يبقى خلاص عارف ان اعرف ازاي الخشوع ده بيحصل في الصلاه. ممكن مثلا ايه معلومه اعرفها ان انا لما اجي اصلي ما ادخلش في الصلاه على طول، قبلها 5 دقائق مثلا يكون في نوع من انواع الاستعداد، فيبقى التارجت بتاعي ان انا ايه كل يوم قبل الصلاه 5 دقائق ده اعمل حاجات معينه تخليني استعد ان انا ادخل في الصلاه، بحيث ان الحاجه ايه اقدر اقيسها. جيت فجاه دخلت في الصلاه لاي سبب من الاسباب، ساعتها اسال نفسي بقى ال5 دقائق دول اللي انا ما قدرتش التزم بيهم، وازاي اقدر اعدل الموضوع بعد كده. ثالث حاجه بقى اللي هي حرف الايه اللي هي اتشيفابل، ان الحاجه نفسها معناها ان انا اقدر احققها. طب ازاي اعرف ان الحاجه او الهدف اللي انا عملت له صياغه ده اقدر احققه ولا لا؟ ان انا ايه اشوف يعني انا اوريدي عملت حاجه شبهه ليها قبل كده ولا لا. يعني ما ينفعش مثلا في ناس احيانا ايه، يعني احيانا لما اجي اعمل مثلا كورس او حاجه اتكلم فيه في الموضوع ده، حد مثلا يفهم الموضوع ويقول بقى خلاص ان انا ايه لما اعمل الهدف بشكل صياغه واضحه اقدر احقق الهدف ده. فحد يقول لي مثلا انا ايه ممكن مثلا الدخل بتاعي 10000 جنيه في الشهر، فالشهر الجاي خلاص هعمل هدف محدد قوي عايزه يبقى 20000 جنيه، اللي هو ايه الضعف. اللي هو يعني انا مثلا طول عمري ما بقدرش اعمل دخل اكتر من 10000 في الشهر، لكن فجاه هنط من 10 ل 20. دي طبعا حاجه ايه مستحيل ان عقلي يصدقها زي ما، فبالتالي هو مش هيصدق الحاجه لان انا فجاه عملت قفزه من مكان لمكان. فهو بالنسبه له الحاجه دي صعبه بالنسبه له، يعني ده مش حاجه عمري ما عملتها قبل كده، فازاي اصلا اقدر اعمل حاجه صعبه زي دي او حاجه انط من هنا لهنا. لكن بدل 10000 مثلا ممكن اخليها ايه 11000 او اخليها 10000 ونص كده، يبقى عنده تقبل وعارف فعلا ان الحاجه دي ممكن اعملها، فبالتالي يساعدني ان انا انفذ الهدف ده. الحاجه الرابعه بقى اللي كانت ايه؟ ريليفنت، يعني ممكن ريليفنت بالظبط، اللي هي رابع خطوه اللي هي حرف الار. ريليفنت يعني الحاجه دي تكون ايه نابعه من جوانا، يعني حاجه ليها معنى او اهميه بالنسبه لي. يعني الهدف احيانا الناس ايه لما يعملوا اهداف بيبقوا متاثرين قوي بالمجتمع اللي هم فيه. يعني انا في الكورسات اللي بعملها بتاعه الكتابه كان ممكن حد يجي يقول لي انا عايز اكتب كتاب،
فاول سؤال بساله له: انت عايز تكتب كتاب ليه؟ بيكون الاجابه: اصل انا بكتب حاجات حلوه قوي على الفيسبوك واصحابي شافوني بكتب الحاجات دي، فقالوا لي انت كده لازم تجمع افكارك دي في كتاب وتنشره. عاده الشخص اللي هو من النوع ده بيلتزم معايا مثلا مره مرتين وبعد كده بيختفي. بيبقى ايه سبب اختفائه؟ ان هو متاثر، هو شايف بقى كتابه الكتاب دي حاجه حلوه وحاجه يعني لما يكون اسمه على الكتاب كده او صورته على الكتاب دي بتخلي بتخلي الناس يعني مقبله على الكتاب بتاعه. فايه مش من جواه الهدف ده، يعني هو مش داخليا مش حابب الهدف ده، مش متوافق مع القيم او الباشون او الشغف بتاعه. فبالتالي مش بيكمل، يعني رغم الهدف محدد وكل حاجه لكن مش بيقدر يكمل فيه. عكس بقى واحد يقول انا جاي اكتب كتاب عشان عايز اثر في الناس، عايز اشارك المعلومات بتاعتي، عايز اسيب اثر، وجواه يعني البيج واي بتاعته واضحه قوي. فبالتالي لما تكون البيج واي بتاعته واضحه، لا هو بيقدر يكتب الكتاب ويلتزم بالهدف بتاعه. اخر حاجه طبعا اللي هي ابسط حاجه فيهم اللي هي التايم باوند، اللي هو يعني الهدف بتاعي يكون مرتبط بوقت، يعني ما يبقاش الهدف بشكل عام يعني احنا كلنا مثلا لما ايام الامتحانات والدراسه والحاجات دي، يعني عاده بنقعد طول السنه ما بنذاكرش لحد ما يجي قبل الامتحان باسبوعين ثلاثه بنقدر فجاه نذاكر ونلم مثلا يجي حوالي 80% من المنهج بتاعي. فده بسبب ايه؟ لان عقلي خلاص شاف ديدلاين، يعني هو شاف في وقت معين انا لازم التزم بيه او اعمل حاجه معينه. فبالتالي هو ده المهم ان انا اكتبه او اعمل صياغه ليه في الهدف بتاعي، ان هو الهدف يكون في وقت محدد. انا عايز مثلا اخس 10 كيلو في خلال 3 شهور، عايز اكتب كتاب في خلال مثلا قبل شهر 7 اللي جاي. المهم قوي ان انا اكون محدد الوقت بتاعي بحيث ان هو فعلا عقلي يصدق ويقتنع ان في حاجه واضحه كده بالنسبه له وبالتالي يقدر يلتزم بيها. فلحد دلوقتي اللي هو الضلع الاساسي اللي هو بتاع مثلث التشتت اللي هو كان عدم تحديد الاهداف، وده الحل بتاعه ان احنا نطبق عليه التقنيه بتاعت سمارت. هل حد يعني ممكن يديني مثال كده من هدف هو بعد ما سمع الكلام ده هدف ممكن يعمله هو الفتره الجايه منطبق عليه الخمس شروط؟ بطل. طب ده هو بطل سجاير امتى؟ يعني مثلا لو طبقنا عليه بطل سجاير ممكن ده فعلا يكون سبيسيفيك وممكن يكون ميجربل. ده ميجربل ازاي؟ مش هقدر اقيسه لان ما فيهوش يعني مثلا عشان يكون هدف اقوى اقول انا بشرب مثلا دلوقتي 10 سجاير في اليوم وعايز اخليهم مثلا ريليفنت. ده فعلا اتاكد بقى من جوايا دي حاجه نابعه من جوايا لا اتشيفابل، هو فعلا انا قبل كده بطلت ولا دي اول مره ابطل في حياتي. وتايم باوند اللي هو اول شوال. بالظبط. شكرا. اتفضل. بالظبط. هو ده سبب طبعا لان هو يعني مهم ان انا يبقى دايما عندي الهدف ده يبقى حاجه واحده في الوقت الواحد. يعني في ناس بقى بتعتقد اصل انا مالتي تاسكينج وانا بقدر اعمل 7000 حاجه في الوقت الواحد وهو ده الصح ويحس بقى ان هو كده بينجز بشكل سريع، بينما العكس تماما هو اللي صحيح. يعني لو مثلا 3 حاجات او ال10 كورسات دول هياخدوا 10 شهور، لو انا بقى بمشي بالطريقه دي انا كل يوم اشوف جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا ممكن ياخدوا مثلا 15 شهر. فمهم ان انا اتاكد الاول ايه اكتر كورس فيهم مهم بالنسبه لي عشان احقق اخلصه، وبعد ما اخلصه ابدا على الاقل اهميه منه وهكذا. طب الضلع التاني بقى نفتكر هو ايه؟ يعني احنا اتكلمنا عن البيز اللي هو القاعده اللي هو عدم تحديد هدف. ما دي عاده يعني احنا مثلا عندنا كذا مجال في الحياه: المجال الاجتماعي، المجال المالي، مش عارف المجال الاسري. فعاده بيبقى في حد عند كل واحد فينا في نقطه فيهم او مجال فيهم في حاجه ملحه لو اتظبطت هتظبط مثلا 80% من باقي المجالات. مثلا يعني ممكن واحد يكون صحته بيعاني منها والصحه دي اللي هو ركز عليها الفتره الجايه هتفرق معاه مثلا في المجال المالي، وهتفرق معاه في مجال العائلات انه يبقى عنده طاقه مثلا يبقى يعمل روابط اقوى مع العيله بتاعته وهكذا. فانا مهم اسال نفسي ايه اكتر حاجه فعلا لو انا عملتها في الوقت ده او اتحققت في الوقت ده، لو انا يعني عندي كل الطاقه اللي في العالم وكل الوقت في العالم وكل الموارد اللي في العالم اقدر في خلال 3 شهور يعني اقدر احقق الحاجه دي، فالحاجه دي هتبقى هي الهدف بتاعي. محتاجه شويه برين ستورمينج كده ونشوف.
طب احنا ايه اتكلمنا دلوقتي على البيز او القاعده بتاعت المثلث بتاعي. تاني بقى الضلع التاني من المثلث اللي هو بيسبب التشتت، حد عنده فكره ممكن يكون ايه؟ interruptions، يعني حاجه يعني قريب من كده، اللي هي يعني ايه، ممكن نسميها الدوبامين. يعني احنا عندنا في الدوبامين الهرمون اللي في العقل اللي هو الهدف بتاعه ايه؟ ان الانجاز اكتر من السعاده. يعني انا ايه لما انجز حاجه معينه، اخلص مثلا كتاب معين، اعمل شغلانه معينه، ايه الدوبامين ده بيتم يعني في افرازه في العقل بتاعه، وبالتالي بيبقى خلاص ببقى حاسس بسعاده كده. وبعد كده ايه في تجارب بتتعمل ان انا حتى لما اقرب اعمل الهدف ده ببدا احس بالاحساس بتاع الانجاز، وبالتالي ايه كل شويه عايز اعمله. فمين بقى اللي عرف المعلومه دي او استغلها كويس؟ الناس اللي هم ايه بتوع السوشيال ميديا، اللي هم بقى اللي بيعملوا حاجات بتاعت السوشيال ميديا، بقى يصمموا يعملوا ديزاين للبروجرامز بتاعتهم بقى، سواء فيسبوك الحاجات بقى اللي هي السوشيال ميديا كلها، ان هو يعني شكل النوتيفيكيشن والحاجات دي يعني يعمل الهرمون بتاع الدوبامين ده في العقل بتاعي. فبالتالي ايه يبقى خلاص يعني عقلي بيحس بالانجاز مجرد ما بيعمل حاجه زي كده. بس في نفس الوقت ما انا ممكن مثلا لو عملت حاجه مفيده، يعني انا حطيت الهدف بتاعي ان انا اقرا كتاب معين، او ان انا اكتب كتاب، او ان انا يبقى اتدبر مثلا القران، يبقى عندي خشوع في الصلاه، اي حاجه من الحاجات دي، والمفروض الحاجه دي بتعمل انجاز، فايه اللي بيخلي العقل بتاعي يروح للحاجه الثانيه؟ يعني هما الاثنين بيعملوا انجاز، فالمفروض المتوقع ان برضو الحاجه اللي هي فعلا هتفيدني برضو هتعمل الدوبامين ده. فايه بقى اللي بيخليني اصلا اروح بقى ناحيه السوشيال ميديا والحاجات اللي هي زي دي؟ بالظبط، اللي احنا زي ما قلنا العقل ده عامل زي ايه؟ الطفل الصغير. فهو بالنسبه له اسهل ان هو يروح على حاجه يعني شايف ان دي بتعمل له نفس النتيجه، بس من غير بقى المجهود والتعب بتاع الحاجه بتاع الحاجه بقى اللي هي فيها افاده او فعلا هتفرق معايا بعد كده في حياتي. اللايكات، لان اللايكات ايه هم عاملين لها ديزاين بحيث بقى خلاص يعني احس في مكافاه، في هديه انا هاخدها لما ادخل على الفيسبوك والكلام ده. فبقيت لا اراديا بدخل ايدي في جيبي واشوف الموبايل مين بعمل لي لايك، او حتى مين انا ممكن اعمل له لايك وحاجات زي كده. فحلها زي يعني ده بسبب ان العقل حس ان الموضوع ده حاجه سهله. يعني هو حس ان السوشيال ميديا دي سهله، اسهل من اللي هو الدوبامين اللي هيحصل عليه لما يعمل حاجه مفيده. فالحل بقى بتاعها ايه؟ ان احنا نصعب الحاجه السهله، بحيث ان الحاجه اللي هي صعبه تبقى سهله بالنسبه لها. حد حد فاهم حاجه؟ احنا بنعمل احنا بنعمل كده صعب السهله، بحيث ان تبقى هي السهله اصعب من الصعب. اه أيوة. يعني يعني اعملها ازاي؟ يعني مثلا الموبايل بتاعي ما اخليش الوصول للسوشيال ميديا دي سهله قوي. يعني خلي مثلا الفيسبوك لازم ادخل الباسورد واليوزر نيم كل ما اجي استخدمه. فمع وقت مع يعني احط دي فكره برضه، لانه هيكون بعيد عني. فانا مثلا لو دلوقتي بقرا او بعمل اي حاجه مفيده، عقلي هيقعد يقول لي انت لسه هتقعد تروح بقى فوق الدولاب عشان تجيب الموبايل؟ لا، خليك مركز هنا في الحاجه اللي احنا بنعملها. فايه مره مع التانيه طبعا في ناس بتقول لا انا صعب. يعني دايما بيجي لي سؤال في الحته دي، اصل انا شغلي كله على الموبايل، اصل انا مش عارف كل حياتي بقت على الموبايل. لو احنا فكرنا فيها نلاقي لا، في حاجات يعني اقدر اظبطها. مثلا ممكن انزل ابلكيشن معينه ما تفتحش غير الحاجات بتاعت شغلي وهكذا، بحيث ان هو بالفعل خلاص عقلي يشوف بقى الحاجه اللي انا عايز اعملها فعلا. دي اسهل من ان انا اتعب نفسي بقى وادخل على السوشيال ميديا واروح الموبايل والحاجات دي. ليه؟ احنا بقى بنحط الموبايل فوق الدولاب. النوموفوبيا. اه، اللي هي يعني الشخص يعيش من غير موبايل بالظبط. يعني كان زمان لو نفتكر قبل السمارت فون كان ايه اللي بيحصل؟ الناس كانت بتدخل الحمام بتطلع بعد 5 دقايق. دلوقتي مثلا اقل حاجه ايه نص ساعه او ثلث ساعه. فهي نبدا يعني تدريجيا كده على الاقل مثلا في حاجه زي كده ايه ما اخدش الموبايل بتاعي وانا داخل. فاحنا كده شفنا الضلع الاساسي اللي هو عدم تحديد هدف، والضلع الثاني اللي هو الدوبامين. مين بقى الضلع الثالث؟ الضلع الثالث بقى اللي هو الطاقه. يعني انا ايه لما احيانا رغم ان عندي الهدف محدد، ويكون عندي بقى خلاص قدرت اظبط الدوبامين بتاعي وابعد عن الموبايلات والكلام ده كله، لان ايه بيبقى عندي الطاقه بتاعتي قليله، دايما حاسس بخمول، دايما حاسس ان انا عايز انام، دايما مش في احسن حالاتي وهكذا. ده بسبب ايه؟ يعني ده طبعا ليه اكتر من سبب، بس ابرزهم ان عدم انتظام في النوم. يعني ايه عدم انتظام في النوم؟ يعني احنا مثلا معظمنا في رمضان دلوقتي ما بنعرفش ننام بشكل كويس. فهنلاقي حاجه زي كده، حتى لو انا هنام للظروف اللي احنا فيها عدد ساعات قليله، ان انا على الاقل اثبت وقت الصحيان ووقت النوم. احاول ابعد عن الكافيين مثلا قبل ما انام ب6 ساعات. دي الحاجات اللي معظمنا عارفينها، بحيث ان النوم بتاعي يعني حتى لو عدد ساعات قليل يبقى العمق بتاعه اكتر. فبالتالي لما انا اجي اصحى من النوم ما يبقاش عندي التشتت كبير قوي كده، ولا يبقى التركيز بتاعي في افضل حالاته.
إيه، بالظبط. يعني هو يفضل بقى ان هو يعني طبعا يعني حتى لو عمل زي كده بس يبقى ثابت، يعني ما يبقاش مثلا يوم كده ويوم كده، لا يبقى هو مستمر كده ايه الفتره دي على طول، بحيث ان هو عقلي خلاص هيفهم ويستوعب ان انا ايه وقت النوم كذا وقت الصحيان كذا، فبيديني الطاقه اللي ايه. ما هو بقى حسب الشخصيه بتاعته حسب الحاجات بتاعته. والحاجه التانيه طبعا تظبيط الطاقه اللي هي برضو صعب نعملها في رمضان، اللي هي ايه؟ الاكل. يعني ان احنا ايه نظبط الاكل بتاعي، مثلا اقلل بقى الحاجات اللي هي السكريات، اظبط الاكل يكون صحي على قد ما اقدر وهكذا، زي ما عملنا النهارده كده. لان الاكل ده فايدته ايه؟ ان هو بيدي طاقه للعقل بتاعي، وبالتالي التركيز بتاعي يعلى، وبالتالي اقدر اعمل الحاجات اللي بعملها. انا عامل بالظبط زي البنزين كده بالنسبه للعربيه. تخيل انت بتدي بنزين للعربيه، والعربيه قالت ايه استنى سيبني اريح شويه لحد ما ابدا الطريق بتاعي، كده يبقى البنزين ده زي قلته ويبقى في حاجه غلط. فهي نفس الفكره، الاكل بتاعي لو انا لما باكل الاكل بحس باجهاد كده، بحس بخمول، اعرف كده ان الاكل بتاعي فيه حاجه مش متظبطه، وافكر بقى ازاي ايه اقدر اظبطه. فمن كده يلخص الثلاث اضلاع تاني بتوع المثلث. كريم شكله عارفه. الطاقه. يبقى الحل ايه بتاع الطاقه؟ ان انا اظبط. يبقى احنا الحل الحل بتاع الطاقه ان انا اظبط النوم والاكل، والحل بتاع الدوبامين ان انا اصعب الحاجه السهله اللي هي السوشيال ميديا، والحل بتاع عدم تحديد هدف ايه؟ ان انا استخدم سمارت. فاحنا ايه في مقوله كده مشهوره بتقول ايه دايما؟ ان الملتفت لا يصل. فايه بقى اللي بيخلينا ملتفتين؟ هو ان انا ايه طول ما انا مش محدد الهدف بتاعي، طول مش مظبط الدوبامين، طول ما انا مش مظبط الطاقه بتاعتي، دايما هلاقي فيه الالتفات ده والتشتت، وانا مش قادر اوصل للحاجه بتاعتي. بس مجرد ان انا اكسر مثلث التشتت ده اقدر اوصل للحاجه اللي انا عايز اعملها. شكرا ليكم. ولو حد لو حد عنده اسئله اوكي. يعني في حاجات بقى ممكن زي اللي عيسى قالها مثلا التنفسات من شويه، ممكن مثلا اظبط بالاضافه للاكل والنوم اظبط التمارين بقى، الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان، يعني الكلمات المتقاطعه، السودوك والحاجات اللي زي دي، كل دي بتعمل تنشيط للتركيز بتاعه، وبالتالي تزود وتحسن الطاقه والانجاز بتوعه. كان في سؤال هنا برضه. بالظبط. يعني هو الحاجات السوشيال ميديا دي مصممه بحيث ان انا ايه يديني احساس ان انا انجزت، يعني حد عمل لي لايك مثلا، فعقلي خلاص يعمل الدوبامين ده، فاحس بقى ان انا ايه كل شويه عايز اكرر الموضوع. يعني زي ما يكون طفل صغير كده شاف مثلا شوكولاته اول مره ما كانش عارف هي ايه دي، وبعدين بدا ياكلها بقى عارف ان طعمها حلو، فكل شويه يعملها. حاجه وهميه. بالظبط. تمام، شكرا ليكم. انبسطت